السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. النهارده حبايب قلبي معانا انتاج حلو جدا جدا. الانتاج ده خرج معايا من الفقاسه يا جماعه، دي شغل انا وشغل طيوري، فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد. ما كانش معايا تليفون في الوقت الحالي ان انا اصور معاكم الفقاسه واوريكم الانتاج اللي كان طالع ليا، فالحمد لله والشكر لله. معانا انتاج حلو جدا جدا يا جماعه، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. معانا انتاج من الفراخ البراهمه والهندي والجميزه والبلدي، انتاج حلو جدا جدا، تشكيله من جميع طيور يا جماعه. معانا الجميزه اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. هرجع اشتغل تاني وهعمل انتاج جميزه تاني من طيور يا جماعه، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. شايفين حضراتكم اهوت الجميزه يا جماعه، دي الجميزه اهوت، ربنا يبارك. زي ما انتم كنتوا عارفين ان كان معايا فراخ كبيره من الجميزه، كانت احجامها حلوه جدا جدا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. كان احجام الفراخ اللي عندي هم كانوا حوالي عن 10 فرخات، بس كان بسم الله ما شاء الله كان احجامهم حلوه جدا جدا. كانت الفرخه شايله حوالي وزن 3 كيلو ونص او 4 كيلو، كانوا حلوين جدا جدا ربنا يبارك. بس ما حصلش نصيب وربنا ما اردش ليا الانتاج ده منهم، فالحمد لله انا بحمد ربنا وبشكر فضله ان كان معايا انتاج لسه منهم يا جماعه، ان كان معايا انتاج موجود لسه منهم في الفقاسه، فالحمد لله والشكر لله ان ربنا ما حرمنيش منهم خالص. فموجود معايا يا جماعه فراخ جميزه اهيت، وهرجع اوسع الانتاج بتاعي والشغل بتاعي تاني. وحاولت اشتري بيض جميزه برده من بره عشان اوسع الانتاج، ومعايا موجود في الفقاسه حطاه امبارح، ان شاء الله لما يخرج معانا برده هوريه لكم، بس ربنا يبارك لي فيه يا رب ويطلع انتاج كويس. معانا فراخ بزراميطه يا جماعه، ده انا كنت صورت الفيديو بس كان على التليفون القديم، والتليفون لما انكسر ما عرفتش احمل الفيديوهات، فالحمد لله ان الانتاج موجود معانا اهو يا جماعه. شايفين الفرخ البزراميط الحلو ده؟ معانا كمان واحد اهو يا جماعه، فرخين بزراميط اهمت، دول كتكوتين بزراميطهم يا جماعه، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين ان شاء الله، ربنا يبارك للجميع. كان معانا واحد تاني فيومي بس ما حصلش نصيب، مات يا جماعه، فربنا يبارك يا رب. دي جميزه برقبان اهوت، دي جميزه برقبان، فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا ويوفقنا جميعا يا جماعه، ربنا يوفقنا جميعا. معانا برضه 3 فراخ رومي، ومعانا براهمه يا جماعه، معانا براهمه ومعانا هندي ومعانا جميع كل حاجه. معانا هندي اهو يا جماعه، هندي عظم حلو جدا جدا، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كان معايا كتكوت هنا في اعاقه في رجله، فانا ربطتها له. شايفين الفرخ البراهمه الجميل ده؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. 3 صوابع يا جماعه فيهم ريشه هم صابعين 2 بس اللي مبقاش فيهم، 3 صوابع مليانين ريشه فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله، ربنا يبارك للجميع. معايا كتكوت هندي هنا يا جماعه، كان عنده اعاقه، طالع باعاقه في رجله، بس انا ربطتها له، شكله فكها يا جماعه. الطيور فضلت وراه، لا ما فكهاش اهو يا جماعه. حاول بس اوريه لكم، عايزه الفتله تنظر شويه، الفتله يا ساتر، الفتله عايزه تتزر شويه لان هو هواها عشان بس رجله تنظبط. امسك كده يا ليلى، ليلى امسك كده حبيبتي، هزر الفتله شويه عشان رجله تنظبط، لان انا سبت يومين 3 من غير ما ازر رجله، مربط رجله، عشان كده رجليه اتفتحت من بعضها، فانا حاولت ان انا اعمل له امبارح عشان بس يلم رجليه، عشان بس رجليه ما يحصلش فيها اوسه وكده. امسك كده مزر رجل الفرخ ده، اصبر بس يا عم الحاج. كده تمام يا جماعه، هو واقف على رجليه مفيش اي مشكله خالص، طالما واقف على رجله خلاص مفيش اي مشكله. هتبدا تلم واحده واحده، انا لفت له البتاع يعني ايه كمان درجه كده، لفت له ربطه كمان، فعشان بس ايه رجليه تبقى ملمومه اكتر، عشان طول ما رجله ملمومه اكتر طول ما هو خلاص هيبقى كويس. هو ما كانش بيمشي خالص كده، ما كانش بيمشي خالص يا جماعه، فلما ربطت له رجله امبارح بالليل مشى وبقى طبيعي خالص، مفيش اي مشكله خالص. معانا هنا 3 كتاكيت رومي، واحد برونزي اهو يا جماعه، ده برونزي اهوت، ومعانا 2 حبشي، فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. زي ما عملت مع اي طيور تانية يا جماعه، شغاله مع دول برضو فيتامين سي وعلف سمسم، مفيش اي مشكله خالص، علف سمسم وفيتامين سي ومضاد حيوي اللي هو الليمون يا جماعه. الليمون شغاله مع طيورك الله الفتره ديت ليمون، عشان حلو جدا جدا زي ما قلت لكم، ليمون وتوم دول تضيفي كل حاجه منهم مره، ما تحاوليش انك تضيفي الليمون والثوم مع بعض لانهم بيفسدوا بعض، الليمون والثوم مع بعض يا جماعه بيفسدوا بعضهم، فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. دول ما يمنعش ان انت تجيبي لهم، يعني لو في العمر ده وعايزه تجيبي فيتامينات بس تكون بتاع اطفال يا جماعه، لو عايزه تضيفي فيتامينات للطيور بتاعتك في العمر ده تكون فيتامينات بتاعت اطفال، ما تجيبيش بيطري خالص، اوعي تجيبي بيطري
هاتي فيتامينات بشري، هتبقى حلوه جدا جدا للطيور، وربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك للجميع. يا جماعه اللي بيسالني على فراخ براهمه، انا مش متوفر عندي دلوقتي كميات، لان كنت انا فاصله الديك عن الفرخه بقاله فتره جامده، ولسه دي اول شغل فيهم، ده اول انتاج يطلع لي من الديك والفرخه يعني يا جماعه، لسه يعني ايه حاجه بسيطه مش كميات كبيره. هم حوالي 5 6 فراخ براهمه اللي موجودين عندي حاليا، فانا تحت امركم بعد كده يا جماعه في اي وقت اللي محتاج اي حاجه انا تحت امره. بس والله حاليا مش متوفر عندي، انا عايزه اوسع من انتاج البراهمه عشان يبقى عندي كميات كبيره، بحيث اي حد يطلب مني بعد كده ابقى تحت امره في اي حاجه. يعني اللي متوفر عندي دلوقتي حوالي 4 كتاكيت او 5 كتاكيت المتوفرين حاليا، لان انا حطيت الديك مع الفرخه فتره بسيطه جدا جدا، لان كان فاصل ما كانش بيعمل بيكسر وكده، ما كانش بيطلع منه انتاج لانه كان كبير في السن، فكنت فصلته عن الفرخه. فالفتره اللي انا فصلته فيها ديت رجع تاني يعمل تاني، اعمل انتاج تاني منه من جديد، فلقيت الحمد لله لقيت الانتاج بتاعه فيه خصوبه وكده، فقررت خلاص ان انا اسيبه مع الفرخه بتاعته عشان اعمل منه انتاج تاني، بحيث ان اطلع منه بطن او 2 كده، ان انا اوسع من انتاج البراهمه، ان انا اعمل ديك من انتاجه، لان هو ديك كويس جدا جدا يعني حجمه كويس، بس هو كبير في السن يا جماعه. بس انا هحاول بقدر الامكان ان اعمل منه انتاج عشان فيما بعد يبقى عندي ديك من نفس السلاله ومن نفس النوعيه، عشان احافظ على السلاله ديت. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. اغسل بس السقايه بتاعتنا واجيب لهم بس الميه يا جماعه. غسلت السقايه وجبت لهم ميه اهوت، وعصرت فيها ليمونه كبيره اهيت، عصرت ليمونه كامله عشان بس يبقى المضاد الحيوي بتاعنا مركز شويه. هشيل بس الايه السقايه واقلبها. احمد امسك كده حبيبي، امسك كده، سلايه اللي بندهلها بتبقى زعلانه. امسك بس المعدن السقايه ده. حطينا السقايه لهم اهو يا جماعه، والفراخ بتاعتنا حلوه جدا جدا وحيويتها كويسه، فربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك ليا ولكم امه محمد ان شاء الله. زي ما قلت لكم يا جماعه ان شاء الله يبقى كل يوم معانا جديد، وكل يوم معانا حاجات احسن من الاول، وهنفيد بعضنا ان شاء الله، ونوصل مع بعض زي ما احنا عايزين بكل ثقه وبكل امان. لازم يا جماعه نوصل، بس يكون عندنا ثقه في الشغل اللي احنا بنعمله، وما نكذبش على حد ولا نقول اي حاجه ولا نفبرك اي فيديوهات ولا اي كلام. لازم الشيء اللي بنتكلم فيه يكون بيجيب نتيجه معانا عشان غيرنا يستفيد منه. زي ما انتم شايفين الطيور بتاعتي بتشرب، ما فيش اي مشكله خالص. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. هحاول بقدر الامكان ان انا اوضب لهم مكان تحت، لان كل ده هينزل خالص، كل الحاجات اللي كلها يا جماعه هتنزل من المكان ده، مفيش اي حاجه هتفضل في المكان ده خالص، فقاسات وكله كل حاجه هتنزل من هنا، لان عندنا شغل في البيت يا جماعه. هبدا من يوم الاثنين ان شاء الله شغل في البيت، فكل الحاجات دي لازم تنزل من هنا عشان ايه المكان لازم يفضى، عشان العمال لما يجوا يشتغلوا يبقى مفيش اي كلام من ده خالص، ولا حد يهرس على حاجتي ولا حد يشوف حاجتي، لان مش هينفع الحاجات دي تتحط هنا والعمال شغالين، مش هيبقى لهم مكان ولا هيبقى لهم ايه لازمه خالص هنا. فان شاء الله احاول اخلي المكان من هنا عشان بس ايه ربنا يسترها معانا يا رب ويبارك لنا جميعا ان شاء الله. فان شاء الله هنزلهم في المكان اللي يبقى موجود فيه الفقاسات، عشان يبقوا جنب الفقاسات، يبقى المكان متعقم على قد الطيور الصغيره والفقاسات بس، مفيش اكتر من كده. مش هحاول ادخل اي طيور كبيره في المكان ده، وربنا يسترها معانا جميعا ان شاء الله. ربنا يسترها مع الجميع ويوفقنا جميعا، وما يضيعش تعب اي حد فينا. وبكده يا حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. استنونا فيديو جديد مع كل جديد مع ام ليلى ان شاء الله، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.